يا اهلا وسهلا. يوم الحد اللايف بتاعنا بتاع يوم الحد. عارفين الحاجات بتاعت التكنولوجيا بقى والشيفت. تمام. بنتكلم على 5 حاجات محتاجينهم عشان تزود فيهم دخلك، وما ينفعش ان يبقى مصدر الدخل بتاعك يبقى مصدر واحد. بنتكلم دايما عن المثلث اللي احنا شايفينه على مش عارف شمالنا او يمنا حسب الصورة يعني، ولكن بنتكلم على المثلث ده دايما ان يبقى عندنا الفكر بتاع الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية. والمعرفة المالية معتمدة على حاجة مهمة جدا، وهي انه يبقى عندك المثلث بتاعك، انه يبقى انت عارف تتحكم في المصاريف بتاعتك، عارف مايندسيت عقلك ازاي بيتكلم على الفلوس، بيتعامل معاها ازاي، بتتحكم فيها ازاي، ما تبقاش متأزم نفسيا وانت بتوفر، لان ده بيبقى عند ناس كتير جدا. وبقيه الضلع المثلث وهو الكاش ان، يعني الفلوس اللي داخلالك. هو الفلوس اللي داخلالك دي جايه منين؟ مصادرها ايه؟ وازاي ازود مصادر الدخل ده؟ وهل ممكن ولا لا؟ يعني هل تطبيقا عمليا على الارض الواقع ممكن ولا لا؟ وده المثلث بتاعنا بيؤدي الى حاجه اسمها كاش فلو، يعني تدفقات نقديه، فلوس زياده او فلوس موجوده عندي بحتفظ بيها، بتساعدني في ان انا لما يبقى عندي عجز او ان عندي ظروف اقتصاديه مش مظبوطه مش كويسه، ان ساعتها ابقى انا في حاله راحه نفسيه. ويمكن كلنا متفقين ان احنا بنسعى لده، بنسعى ان انت دايما تبقى حالتك النفسيه ستيبل، مستقره. طب حالتك ده طبعا يعني كلنا نتمناه، ولكن مش دايما بيحصل، ولكن بنسعى ليه لانه هدف. بتهتم بصحتك عشان نفسيا تبقى كويس، بتهتم بأسرتك والمحيط بيك والمحيط في الشغل عشان نفسيتك تبقى كويس. بتهتم كمان ضروري ان انت تهتم بالفلوس وازاي تدير الفلوس، ويبقى ازاي دايما عندك وفر مالي او فلوس زيادة عن حاجتك موجودة كمخزون مالي كده، يغطي لك اي مشاكل او اي مفاجآت ممكن تحصل، وبالتالي يبقى عندك راحة نفسية. فاذا هو هدف في الاخر اللي هو الراحة النفسية او الاستقرار النفسي، اللي بيجي بانك انت في حاجات معينة محتاج ان انت تشتغل عليها، محتاج ان انت تنظمها كويس جدا، تحافظ عليها، تستمر عليها عشان تحصل على النتيجة. عمرك ما هتحصل على النتيجة وانت مش ignoring الحاجات دي، انت مش معتقد بيها، مش محترمها، مش بتشتغل عليها. من النقط اللي احنا بنتكلم فيها وهي الانكم، الدخل، مصادر الدخل. ومصادر الدخل هنا كل الناس هتتفق معايا وتقول لي طيب ما احنا عندنا مصدر دخل واحد اللي هو ايه؟ الكوربريت، اللي احنا شغالين في شركات وبيدخل لنا الدخل، والدخل ده ما بيتغيرش، ما فيش زيادات. انا ما بكلمش النهارده، خليني هتكلم عن النقطه دي، ولكن عايز اتكلم في نقطه معينه. اللي احنا بنتكلم فيه هو ستايل اوف لايف، يعني شكل حياتك اللي جايه ايه، يعني اللي زي ما بيقولوا اللي راح واللي فات. ولكن هل انا محتاج ان انا افضل على نفس السيستم بتاعي رغم انه ما بيطلعليش النتائج اللي انا عايزها، افضل مستمر عليه؟ الاجابة لا. عايز اعمل خط وابدأ من جديد، ابدأ صح. وهو ده الهدف من اللايف بتاعنا والفاينانشال ليترسي، معرفتك بالفلوس النهارده بكره، مهما كان سنك، مهما كان الوضع بتاعك المادي او الاقتصادي، لازم يكون عندك استعداد على ان انت تحسن من الوضع. احنا ما بنقولش انه اللي فات يا ريتني كنت عملت، وانا سمعتها من ناس كتير جدا. ايه ده؟ صدقني انا لو كنت طبقت النصايح دي، صدقني لو كنت طبقت الخطوات دي من زمان انا كنت اغنى واحد، انا كان معايا دلوقتي وفر مالي سيفنج عالي جدا. ماشي،
اللي فات مات، ما بنرجعش للماضي خالص، ولكن بنقول احنا المستقبل بتاعنا بيقول ايه، ان احنا عايزين نعمل ايه الخطوات اللي نعملها. لو احنا ما لحقناش نعملها علموها لاولادكم، علموها للي حواليكم لقرايبكم. دايما خلي المعرفة هي الاساس للوصول للنتائج اي حاجة، للوصول للنتائج في اي حاجة. فاول حاجة في مصادر الدخل، وهو مصدر الدخل الطبيعي جدا لاي بني ادم، وهو المرتب. طيب هو احنا المرتب ده يمكن ان يزيد، مش دايما ان هو ممكن يزيد، ولكن خليني اقول لك طيب ايه اللي يخلي مرتبك يزيد غير الطبيعي، غير ان احنا ننتظر ان الشركات تزود، على انه صاحب العمل يغير سياسته، انه كلام من غير ده محتاج ان انت تتميز، ان انت تختلف. احنا في جميع المهارات، في جميع المهن والشغل، احنا العدد اصبح كبير. الفارق قوي ما بيننا وما بين اي حد هو التميز، اختلافك عن الاخر، اختلافك عن الناس التانيين. تميزك دايما بيديك عارفه، انا دايما بسميها ستار 1 في السباحه كده، في ستار 1 ستار 2 ستار 3، يعني النجمه كده. فانت محتاج ان انت تاخد نجمه ونجمتين وثلاثه. والسؤال بقى هاخد النجم دي ازاي؟ يعني واحد، ان انت محتاج ان انت تطور نفسك جدا في الشغل، تدور نفسك بشهادات، خد شهادات في نفس الكارير بتاعك، زود المهنيه بتاعتك، زود الشهادات بتاعتك، زود المعرفه، زود السوق. زي ما قلنا نجمه، لو في السوق 3 نجم، يعني 3 نجوم، هو ليه ما بقاش انا مع نفس الصف بتاع ابو 3 نجوم؟ ما هو اكيد اللي انا متاكد منه ومحدش مختلف معايا في ده، انه ابو 3 نجوم ده في منه 4. ابو نجمه ده كل موجود منه كتير، ابو ما فيش ده ما فيش خالص، يعني بلا نجم بلا نجمه ده موجود منه ما فيش اكتر منه. طيب حلوه دي، ماشي. اللي معاه نجمه واحده موجود كتير برضه، نجمتين العدد يبدا يقل، 3 نجوم العدد يبدا يقل. كل ما العدد قل في عدد النجوم، او العدد الناس اللي معاها السيرتيفيكت ده، الاكسبيرينس دي، الخبرات دي، كان فرصتك في الحصول على مكان احسن اقوى واسرع. تنقلك ما بين من شغل لشغل بيديك السيرتيفيكت ده، بيديك يعني احنا دايما بنقول اذا اسيت، هي حاجه اضافيه، يديك فاليو مختلفه عن الناس التانيين. دايما اسعى ان انت تبقى ستار 3، لو تقدر ستار 4 ستار 5. كل ما عليت بعدد النجوم كل ما كان عندك القدرة او عندك تميز عن الاخرين. فحافظ دايما على ده اعمله ازاي؟ اعمله بالمذاكرة، بالدراسة، لو في سيرتيفيكت اونلاين اوف لاين، محتاج ان انا اخد سيرتيفيكت 1 و2 و3، اصرف فيها وقتك ومجهودك وفلوسك، هتستاهل وهتحقق لك عائد. ليه بقول هتحقق عائد؟ بدون شك، لان خلينا نقول النهارده لو انت بتخش على لينكد ان وتبص على وظيفه من الوظائف، وكل اللي مطلوب منهم، على سبيل المثال المحاسبين، ودلوقتي النهارده بقى يعني مش هقول مانداتوري يعني اساسي، ولكن preferred او يعني لو تقدم 10 معاهم على سبيل المثال CMA او CPA، ليها السيرتيفيكت اللي بدايتها سي، شكلها يخض وشكلها حلو في السي في، بتدي الشركه او المؤسسه اللي انت رايحها انطباع اولي على ان انت المينيمم requirements، المينيمم نوليدج انت عندك. نختلف ونتفق على مدى امكانيه الشخص ده عنده النولج ده وبيطبقها وبيعرف يطبقها، كلام كتير جدا مش هنتكلم فيه، ولكن خلينا نتكلم على واقع الامر. واقع الامر انه دايما لما بيبقى معاك سيرتيفيكت وتبقى موجوده في السي في، وانت عارف النولج دي وانت مطبق النولج دي، بيديك اسيت، بيديك فاليو، بيديك نجمه زياده
عن السوق. فدايما اسعى ان انت تحصل على ده، زي ما قلنا تحصل عليه بان انت تزود السيرتيفيكت بتاعك. لو معاك سيرتيفيكت واحد خليها 2 خليها 3 في different type of certificate او knowledge او information. كل ده بيساعدك دايما ان انت تبقى ستار 4 ستار 5. ده يساعدك كمان ان انت تتنقل من شغل لشغل، فبالتالي لما تيجي تتنقل الانكم بتاعك بيزيد وذين المؤسسه نفسها او وذين الشركه اللي انت فيها. بتقدر تنيجوشيت، يعني تقدر تفاوض على انه يا جماعه انا عايز انكريز او عايز زياده او عايز ان انا اروح البوزيشن الفلاني. ده ايه اللي يخليك تعمل كده وانت لسه ستار 1 او ستار 2؟ لا، خليك ستار 3 4 لما تقعد على الترابيزه يبقى عندك الباور اوف نيجوشيشن، يبقى عندك القوه ان انت تتفاوض. فكان دي النقطه الاولانيه، وهو ازاي بالنسبه اللي شغالين في كوربت او مصدر الدخل بتاعهم هو المرتب، ان انا ازود مصدر الدخل بتاعي عن الطبيعي. وده ما بيجيش الا بان انت تبقى ستار 3 ستار 4 ستار 5. زود الستارز بتاعتك، فلما تزود الستارز تبقى valuable او ليك ريتنج مختلف في الماركت. وهي دي دايما احنا بنقول الماركت بيقول ايه او السوق بيقول علينا ايه. فكانت دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا انا نفسي مريت بيها، وهي ان انت تشوف دايما ايه بلان ايه وبلان بي. قصة ان انت يبقى عندك دخل من المرتب فده بلان ايه، وربنا يثبت بلان ايه للناس كلها. طيب بلان بي لازم يبقى عندك بلان بي. روح شوف ايه الحاجات اللي انت شاطر فيها، اللي انت بتعملها بطريقة كويسة، اللي انت عندك القدرة ان انت تعملها جنب شغلك، في مساحة من الوقت، في مساحة من المجهود، في مساحة من الفلوس، ان انت تستثمر في المهارة دي او الحاجة دي. زي على سبيل المثال لو انت ممكن تكون شغال في المحاسبة، وانا بتكلم في الكارير ده عشان ده ماي اون كارير يعني، ولكن شغال في المحاسبه وفي نفس الوقت انت بتلعب رياضه كويس، انت راجل طول عمرك بتلعب في الجيم وبتتدرب وصحتك كويسه وعضلاتك تمام التمام، ده اذا ديفرنت. طيب هو ده ممكن يبقى حاجه يس، ممكن يبقى بلان بي يس، ده ممكن يبقى بلان بي، ولكن احنا محتاج ننميه، محتاج نشتغل عليه، نحتاج نزوده. اذا كان محتاج سيرتيفيكت برضو او شهادات ممكن نعملها، اذا كان محتاج ان انا اتكلم في الموضوع ده. وهنا النقطة بتروح في نقطتين، انت بتتكلم كأنك بتعمل بيزنس، كأنك بتبيلد ا نيو بيزنس، ا سمول بيزنس، ستارت اب صغنون كده. فخليني اقول على الستارت اب الصغنون كده او السمول بيزنس، لما تبدا انت محتاج تتعلم حاجات تخص البيزنس. يعني ايه تخص البيزنس؟ في بيزنس من غير ماركتنج، من غير ما اكون عارف عن الماركتنج. في بيزنس الاونر بتاعه المالك بتاعه ما يبقاش يعرف عن السيلز، ما يعرفش عن الاوبريشن ازاي يشغل البيزنس ده، ما يعرفش عن الحسابات ازاي يحسب الفاليو بتاعته، ازاي يعمل البرايسنج، يسعر الحاجه الخدمه او البرودكت اللي هو هيبيعه. اذا في مهارات كتيره جدا انت محتاج تتعلمها وتضيفها لليستة المهارات الطبيعيه بتاعتك، لان دي مش هتزودك بس في الموضوع ان تعمل بيزنس، لا دي هتزودك اصلا وتزود الفاليو بتاعتك في الشغل بتاعك. ومن ضمن المهارات الاساسيه واللي انا يعني زي ما بيقولوا متبنيها كده، وهي مهاره البابليك سبيكينج، ان يبقى عندك القدره ان انت تتكلم قدام الناس وتتكلم بقوه وبشغف، تتكلم بصراحه، تتكلم بقوه وتبريزنت الكلام بتاعك.
يبقى مقبول، مسموع، مفهوم. كل ده مش هيجي الا بالتدريب. هل هي مهارة يعني لازم تبقى انا ابقى تالنتد بيها؟ الاجابة لا، هي مهارة ممكن تكتسب بالتدريب والتمرين. وده حاجة انا بالاخص يعني مريت بيها وشفتها وعديت بكل ده، لدرجة ان انا بعمل لكم النهاردة قدام كاميرا وبعمل لايف. يعني دي حاجة كان رابع المستحيلات ان انا اعملها في حياتي كلها، ولكن بالتدريب والتجربة والمحاولة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما تزهقش. الموضوع محتاج استمرارية ومثابرة، وحاول مرة واثنين. وكنت بقى عادي جدا بقع مرة واثنين وازهق واتضايق، وايه اللي انا بعمله في نفسي ده، وبعدين ارجع تاني امشي على التراك، مرتاح جدا وبسيط، اعمل خطوات بسيطة بس باستمرارية، بوضع ما اروحش اعمل قفزات زي ما بيقولوا وتنتهي القفزات باني اشتغلت شهر 2 وبعد كده راح. لا، اشتغل خطوات بسيطة جدا، بس دايما ارسم، اكتب انه عندك بلان، عندك خطة، انه والله بعد سنة بعد سنتين هبقى كذا او عايز ابقى كذا. ايه اللي انا محتاجه خلال البلان دي، ايه اللي محتاجه خلال الخطوات دي اعمله عشان اوصل للتارجت بتاعي في نهاية الممر او في نهاية السنة او السنتين. فاصبح دي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي انت بتركز عليها خلال تنويع مصادر الدخل. وايه تاني؟ بتكلم على تنويع مصادر الدخل، لان مصدر واحد ما بقاش يكفي. مصدر واحد ما بقاش يكفي، مصدر واحد بقى يحطك في مجال الخطر، ان لو فقدت المصدر ده انت ما عندكش اي نوع او مصدر تاني للدخل. انت بنسميها في المحاسبة at risk، انت في الزون او المنطقة اللي فيها خطر، وخطر شديد جدا. عشان كده تنوع مصادر الدخل لأي حد، أي حد أيا كان شغلك، أي كان مجالك، مهم جدا. وجود بلان بي لأي حد في مجال شغله، أيا كان شغله أيا كان مجاله، مهم جدا. فده كان النقطتين الأساسيتين أو اللي احنا بنتكلم عليهم في تنويع مصادر الدخل. قلنا عليهم المرتب، وازاي ان انا ادي لنفسي قيمة في الماركت ازيد، اوصل لستار 3 ستار 4 ستار 5، ان شاء الله توصل لستار 6. انا يعني كل ما زودت في الستارز كل ما كان ليك الاولوية في الماركت. 2، وقلنا ان انت يبقى عندك بلان بي وتبلد البلان بي. بلان بي بتاخد وقت يا جماعه، بتاخد وقت، يعني مش سنه واتنين، ممكن اقل من كده وممكن اكتر من كده، حسب الظروف، حسب الوقت، حسب المجهود، حسب انت معاك فلوس تصرف على البيزنس بتاعك ده ولا لا، بتصرف على نفسك ولا لا. مش كله ان انت في البلان بي لو سمحت ما تركزش على ان انا اخد كورسات واخد تريننج ماشي، ده في الاول، ولكن دايما انزل على ارض الواقع، انزل جرب، روح اعمل نتوركينج مع الناس اللي عندهم نفس الانترست او الاهتمامات بتاعتك، شوفهم بيتكلموا في ايه، شوفهم بيبيعوا البرودكت بتاعهم ازاي او السيرفيس بتاعتهم ازاي. لونج بروسيس، الموضوع مش يوم وليله. عشان كده دايما بقول ان احنا عايزين نبدا النهارده. لما بنبدا النهارده ونحط بلان، انا حط بلان لمده 6 شهور، حط بلان لمده سنه، وطبق وابدا طبق فيها واحده واحده. وبعدين حط بلان لمده 2 لمده 3. المهم ان انت تحس ان انت في تراك، في ممر كده انت ماشي عليه، بتاخد خطوات واحده ورا التانيه. ما تقفش، ما تمشيش بسرعة لانك هتنهج وتتعب وتقع. فلو سمحت امشي خطوات بالراحة ثابتة، ولكن بيقين هتوصل للي انت عايزه. دي بالنسبة لبلان بي. اوكي. ثالث حاجة، وهو من أهمية أو ثالث حاجة في تنوع مصادر الدخل، وهو ان انت تستثمر الفلوس اللي انت هتوفرها. ونيجي هنا للنقطة مهمة جدا، وهي التوفير.
انا كنت هقول هل نعمل سيفنج؟ الاجابه يجب ان تعمل سيفنج. ما هو انت لو انت عايز مصدر دخل تاني لازم يتوفر معاك فلوس عشان تعمل بيها مصدر دخل تاني، وده مختلف عن بلان بي تماما. طب ايه انواع مصادر الدخل، او ايه اللي انا اقدر استعمله او استغله بالفلوس اللي انا بعمل لها سيفنج؟ واحد، انا عملت سيفنج وقلنا قبل كده في نظريه السيفنج، وهي نظريه 50 30 20. 50 بصرف في 50% بصرف من مرتبي او من الانكم، الفلوس اللي داخلالي 50% على الحاجات الريجولار او الطبيعيه في حياتي، اكل وشرب ومواصلات وخلافه. 30% على الحاجات اللي انا عايز اشتريها، و20% سيفنج. انا بقول لكم في هذه الايام وما نمر به، رجاء زود، قلل نسبه ما انت وونت او انت عايز تشتري، عايز مش محتاج، انت عايز تشتري. يعني عندك الرغبه، وهنتكلم ده في اللايف اللي جاي في المايند سيت، ازاي يبقى عندك رغبه ورغبه متوحشه للشراء وتتحكم فيها وتقدر تسيطر عليه، ولكن ده هنتكلم عليه في اللايف اللي جاي في المايند سيت. طيب النقطة دلوقتي هو ان انت عندك الدخل اللي موجود، لازم تعمل منه توفير. ال 30% الوونت اللي انت عايز تشتريها وعندك الرغبة ان انت تشتريه حاجات، لو سمحت اعملها 50% او خليها 10%. قلل الوونت دلوقتي، او قلل اللي انت عايزه او اللي انت عندك الرغبة فيه ان انت تشتريه، وخليهم في السيفنج. طيب انا اعمل ايه بالسيفنج اللي موجود؟ عندي تنوع حاجات كتيرة جدا تدخلي تبقى مصدر دخل تاني. واحد، وهو العقارات، وان انا ادخل اشتري عقار واتاكد ان انا وانا بشتري العقار ده اتاكد ان هو هيدخل لي دخل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه هل العقار ده انا ممكن اجره، فبالتالي هيدخل لي ايجار شهري. ممكن اعمل له ريسيل، يعني انا اشتريه مثلا النهارده فرضا باكس اماونت ب 200 300 الف جنيه، هدفع مقدم وادفع اقساط مثلا لمده 6 شهور ولا حاجه، وبعدين او سنه، وبعدين اعمل له ريسيل. فالمبلغ اللي انا دفعته خلال السنه ده يبقى عليه مكسب 20 30%. فبالتالي الاقي مصدر دخل. ازاي يجي مصدر دخل في الحته دي؟ انه راس المال الاساسي اللي انت اشتغلت بيه ترجع تحطه تاني في عقار، والفائض بتاع الفلوس ده يعتبر مصدر دخل يساعدك في ان انت يبقى عندك كاش فلو، دخل تاني، او ان هو يساعدك في المصاريف، او يساعدك في الحاجه اللي انت عايز تشتريها. فبالفلوس اللي معاك دي، لو معاك فلوس النهارده بلاش تروح لحاجه انت عايز تشتريها، لا روح لانفستمنت، روح لاستثمار عقاري على سبيل المثال، وحط فيه وخلي ده يبقى هو اللي يدخل لك عائد او دخل، يبقى مصدر دخل تاني ليك. والسؤال دايما برضو ان هو العقارات كبيرة وغالية وما بنقدرش عليها. ما فيش في فرص كتيرة جدا، لو احنا دورنا هنلاقي فرص كتيرة جدا. ممكن لو رأس المال اللي انا هخش بيه كبير قوي عليا، فممكن اجيب انفايت او ادعو حد من اصحابي، حد من قرايبي يخش معايا في الاستثمار ده. بس رجاء الاستثمار في العقار بالذات، او اي نوع من ان انت تخش في الاستثمار، لو سمحت في اجراءات قانونيه، في اجراءات ماليه محتاج ان انت تبص عليها، تبص على انت بتتعامل مع مين، شركات ايه، حاجات كتيره جدا محتاج ان انت تركز عليها، تبص عليها عشان ما تخسرش الفلوس دي، او ما يحصلش سرقة او خسارة للفلوس دي. تاني حاجة وهي ان انت تدخل شراكة مع حد، ممكن يكون حد من قرايبك، حد من اصحابك، عامل بيزنس صغير، عامل سلسلة مطاعم، عامل مطعم، فممكن تقول له والله طيب انا هخش معاك برأس المال ده كانفستمنت، انا هخش معاك وليا نسبة في الربح.
فأيا كان بقى نوع النشاط، أيا كان يكون حد من قرايبك. لسه كنا بنتكلم على قريب على انه في ستارت ابس كبيره جدا، او في ستارت ابس بتفتح كتير جدا، نشاطات حلوه، نشاطات شغاله، كل اللي محتاجه انفستمنت. وكنا بنتكلم في النقطه دي قريب على انه طيب هو كل اللي بيخش مستثمرين كبار، طب هو المستثمر الصغير زي حالاتنا كده امتى هيعرف يخش؟ يعني امتى يعرف يدخل في الانفستمنت ده؟ وكنا بنتكلم على انه في بلاتفورمز وفي ناس بتدرس الموضوع ده حاليا. النهارده لو انت عندك راس مال 200 300 400 الف جنيه وعايز تدخل معاهم في كمستثمر، هيعمل لك بورتفوليو كده، حافظه تجمع فيها المستثمرين الصغيرين، وبالتالي تقدر تخش بالاستثمار الصغير بتاعك ده في الستارت ابس، which is ان هو بيعلي قيمه الستارت اب، وفي نفس الوقت اللي بينجح وبيلاقي في عائد في نهايه السنه. وده نوع مصدر تاني او مصدر ثالث من مصادر الدخل اللي تزود لك الدخل. في حاجات كمان من ضمن الاستثمارات بعيد عن طبعا في البورصه، طبعا بورصه الاوراق الماليه، بس بورصه الاوراق الماليه انت محتاج ان انت تكون مذاكرها كويس، معامل براكتسنج، عارف الشركات، او ان انت برضو تستثمر عن طريق ان انت تحط مع بروكرز، مع شركات استثمار، وتديها القياده من اولها لاخرها ان انت اعملي استثمارات لاستثمري المبلغ ده وليه عائد في نهاية المدة. من ضمن الاستثمارات كمان اللي ممكن تعمل لك عائد او تعتبر مصدر دخل اخر، وهو صناديق الاستثمار في البنوك. وهي صناديق الاستثمار، البنوك عاملة صناديق استثمار هي بتتاجر في البورصة بانواع، هي بتتاجر في البورصه بالصندوق ده. فده معتمد على انه معدل الربح بتاعه بيبقى مختلف، بيبقى متميز، دونا عن انه مجرد ان انت تحط الفلوس بتاعتك في البنك وتاخد عليها فايده او كلام من ده. طبعا بغض النظر عن قصه الحرام والحلال، محتاج ان انت تسال في الموضوع ده او يعني تتحرى عنه. فدي كان المصدر الثالث بالنسبه لنا، ازاي ازود مصادر الدخل، ازود مصادر الدخل بتاعتي. عشان كده كنا بنتكلم من شويه على الفرصه البديله، او ازاي ان انا دايما لما يبقى معايا عائد من الفلوس اقعد افكر اقول هو انا هجيب بيه ايه؟ هل لو انا هجيب ماده استهلاكيه؟ هل لو هجيب بيه حاجه ممكن تبقى مستهلك زي ادوات منزليه، عربيه او خلافه؟ ولا اخد الفلوس دي واستثمرها احسن، وبالعائد بتاعها اقدر اجيب العربيه او الادوات او اللي انا محتاجه بعد كده؟ محتاجه دايما احافظ على انه يبقى عندي مصدر دخل تاني. دايما بيبقى بتكلم على الفرصه البديله، انه لازم يبقى دايما عندك وده هنتكلم عليه في المايند سيت، ازاي يبقى عندك القدره على التمييز او التفرقه ما بين هو انا اقدر استعمل الفلوس دي في ايه. يعني كان عندي صديق بنتكلم في موضوع، فكان بيقول انه كان معايا مبلغ من حوالي 5 سنين. المبلغ ده كنت بفاضل ما بين حاجتين، ما بين ان انا اشتري عربية واشتري شقة، او ادفع المبلغ ده مقدم في شقة واكمل اقساط. للاسف هو اللي بيقول ده بنفسه، للاسف انا فضلت ان انا اشتري العربية. حاليا الشقة نفس الشقة دي هو جنبه في المحيط، يعني الشقة دي تضاعفت 10 أضعاف قيمتها عن النهاردة، عن يوم ما اشتراها. العربية قيمتها طبعا بغض النظر عن العربيات يعني والأسعارها، ولكن لو في الحسبة العربية قيمتها قلت بعد فترة، الأسد أو الشقة اللي هو كان هيشتريها قيمتها تضاعفت 10 مرات. هو ده المايند سيت، هو ده
تفكيرك في الفرصة، وايه الفرصة وايه الفرصة البديلة. هو انا ممكن استثمر الفلوس دي في ايه؟ الفلوس دي هستثمرها، هجيب الفلوس دي منين؟ هجيبها من السيفنج، من التوفير اللي انا هعمله من مرتبي. ايا كان المرتب بتاعك، ايا كان الليفل بتاعك، في حد معين من الصرف، واتكلمنا على ده في اللايف اللي فات، ازاي تمانج الاكسبنسز بتاعتك، تدير مصاريفك ازاي، تحكمها ازاي، تعمل لها كنترول وتتحكم فيها ازاي. واللي هيأدي بيك هي دايما زي ما بيقولوا، انا بتكلم على المثلث، فبالمثلث ده دايما مسلم بعضه في كل نقطة. تحكمك في المصاريف يخليك تزود مصادر الدخل بتاعتك، يخليك تعمل كاش فلو، تدفقات نقدية، اللي هي بطبيعة الحال التدفقات النقدية هتستعملها في السيفنج وفي انك تشتري الحاجة اللي انت عايزها. هي كلها حلقة متصلة مع بعضيها، محتاج ان انت كل القصة ان انت تنظمها وتشتغل عليها كويس جدا، بحيث تبقى عارف انه في ايه النتيجة اللي انا هحصل عليها، او اكتشولي ايه اللي انا عايز النتيجة اللي هحصل عليها، وبالتالي هعمل ايه عشان احصل على النتيجة دي. امور كلها متتابعة ومسلمة بعض زي ما بيقولوا. كل اللي انت محتاجه ان انت التخطيط الجيد، التخطيط الكويس. اعمل لنفسك هدف مالي، اعمل لنفسك هدف ان انت توفر اكس من الفلوس في نهاية السنة. هتوفره ازاي؟ لازم تعمل خطة. من غير خطة، من غير ميزانية، من غير ما بادجت لنفسك، عمرك ما هتوصل للهدف اللي انت عايزه. دي كانت الافكار او النقط اللي انا عايز اتكلم فيها النهاردة، وهي خاصة بتنوع مصادر الدخل، ومحتاج اعمل ايه عشان انوع مصادر الدخل وما يبقاش مصدر واحد، عشان ما بقاش ات ريسك او في حالة خطر دايما وشك وخوف. والنقطة الثانية اللي احنا هنتكلم فيها وهي المايند سيت. بعد كده ان شاء الله هيبقى في اللايف اللي جاي يوم الأحد بإذن الله تعالى، هو المايند سيت. ازاي تتحكم في قدراتك، تتحكم في عقليتك، تتحكم في تفكيرك، تنظمه ازاي بحيث توصل للهدف اللي احنا كلنا عايزين نوصل ليه، وهو انه يبقى عندك كاش فلو، يبقى عندك تدفقات نقدية، وبالتالي عندك سيفنج، وبالتالي عندك حرية مالية، وبالتالي عندك حرية مالية، وبالتالي عندك راحة نفسية. لأن كل ده تتابع وتسلسل بيؤديك إلى حاجة واحدة بس، وهي الراحة النفسية أو الاستقرار النفسي. الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية، واحدة من الدروس اللي مهمة جدا في حياة كل إنسان، عمرنا ما خدناها لا في المدرسة ولا في الجامعة ولا علموها لنا. عشان كده محتاج ان انت تعرف عنها، وتعرف عنها كويس جدا، مش تعرف وبس، وتطبقها كمان عشان توصل للنتيجة اللي انت عايزها. الراحة النفسية لما يبقى عندك سيفنج، يبقى عندك كاش فلو، يبقى عندك وفر مالي يخليك مرتاح نفسيا. بشكركم جدا واشوفكم على خير اللايف اللي جاي. السلام عليكم.